مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري، بس هنعمله بطريقة رهيبة. مش هقول لكم زي بتاع بره، لاني انا عن نفسي ما بحبش بتاع بره خالص خالص بجد. لكن هنعمله هنا بقى بكل تفاصيله، ولو تابعتي الطريقة بالظبط صدقيني عمرك ما هتاكليه من بره تاني. معايا هنا بقى ربع كيلو من العدس، جبته وغسلته، انا ما بنقعش العدس. هنزل عليه بقى بفص من الثوم ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الملح. انا عايزه اتبل الميه دي كده، لان الميه دي انا مش هرميها، انا هحتفظ بيها لان هي دي اللي انا هسوي بيها الرز. اغطي عليه بقى واسيبه يستوي. هنا كده خلاص، بعد ما استوى بقى معايا بالشكل ده، انا في نفس الوقت برضو انا مش عايزه اهريه، انا عايزاه يكون مفلفل كده بالشكل ده. يعني اضغط على حبايه العدس الاقيها مستويه، بس في نفس الوقت ما تبقاش مهريه. كده تمام. هنا كده خلاص، يعتبر ان هو استوى معايا. هركنه بقى على جنب، هصفيه واركنه على جنب واشيل المية دي بقى على جنب. معايا هنا 3 بصلات او بصلتين على حسب الكمية اللي انت عايزاها، مقطعاها جوانح بالشكل ده رفيعة جدا. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من النشا واقلبهم كويس مع بعض. هنا بقى معايا زيت، هبدأ اقلي فيه بقى البصل. هنزل بحبة حبة علشان انا عايزة البصل دوت يبقى مقرمش قوي، لان لو نزلت بالكمية كلها ممكن كله يلزق في بعضه بقى ويبقى طري. خدوا بالكم يا جماعة، كمية الزيت اللي انا حطيت فيها البصل دي، هي دي اللي انا هكمل بيها باقي الوصفة. كده البصل بدأ ياخد معايا لون، شوية حمره شوية كمان. ايوه، انا بقى عايزة اللون ده، ولا هو انا عايزاه محروق ولا هو عايزاه يكون في نفس الوقت ابيض. انا عايزاه اللون الذهبي الجميل ده. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. هنا كده خلاص، يعتبر ان انا خلصت الكميه كلها. احتفظ بقى بالزيت ده. تعالوا بقى نعمل مع بعض الصلصه. نزلت هنا بنص كيلو من الطماطم، هعصرها كويس. هاخد شويه بصل متحمرين. معايا هنا معلقتين كبار من الثوم ومعلقتين كبار من الصلصه. معايا هنا بقى ملح، كمون، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود، كل حاجة من التوابل دي نص معلقة. على فكرة انا مش مشغلة النار في الوقت ده. هنزل بشوية من الزيت بتاع البصل بالشكل ده. هقلب كل المقادير دي كلها مع بعض مع الطماطم. في الوقت ده بقى هبدأ اشغل النار. يبقى انا حطيت كل الحاجات دي كلها على البارد كده. هنا كده خلاص بدأت تتسبك معايا بالشكل ده، بس انا مش عايزاها طبعا كده، انا هسيبها تتسبك كمان شوية. هنا كده بقى بدأت تتسبك معايا. اول ما يبدأ يظهر الزيت على الوش يبقى هي كده اتسبكت معايا وبقت تمام قوي. هنركنها بقى على جنب. تعالوا بقى نعمل الدقة بتاعة التوم والخل. نزلت هنا بشوية من الزيت، هحط معلقة من التوم، بدأت اشوحها شوية. بعد كده نزلت بنص معلقة من الكزبرة، ابدأ اقلب فيها كده. وهنزل بكوباية من المية، هقلبهم بقى كده كويس. هبدأ انزل معاها هنا بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا. الملح ده على حسب اختيارك، يعني شوفي لو محتاج ملح تاني تزودي. اول بقى ما تبدأ تغلي معايا هنزل عليها بربع كوباية من الخل واقفل عليها كده خلاص، مش هشغل عليها النار تاني. خلاص كده، خلاص بقى خلصت معايا الدقة. تعالوا بقى نعمل الشطة. معايا هنا شوية من الزيت، يعني شوية حلوين كده، لانه ده هيبقى زيت شطة. هنزل بقى بمعلقتين كبار من الشطة، تقدري تخليها معلقة، تقدري تخليها 3، على حسب بقى انت عايزة وقوة تحملك للشطة. هقلبه كويس كده مع الزيت. اول بقى ما تبدأي تشم ريحة الشطة هتلاقي نفسك بصي عمالة تعطاسي بقى وما اقولكيش. تنزلي هنا بقى بكوباية من المية، نقلبها كده كويس وشوية من الملح. هسيبها بقى تغلي شوية. اول ما تلاقي الزيت كده بدأ يظهر من الجناب يبقى هي كده تمام. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، يبقى كده الشطة جاهزة معانا. خلاص كده هبدأ بقى اقفل عليها دلوقتي في الوقت ده. تعالوا بقى نعمل الرز بتاع الكشري. معايا هنا شوية من الزيت، هنزل عليهم بنص كوباية من الشعرية وابدأ بقى اقلبهم كويس لعندي ما يبدأ لونها يحمر بالشكل ده. في الوقت ده هنزل عليهم بكوبايتين من الرز المصري مغسول كويس، بس طبعا مش منقوع، انا ما بنقعش الرز خالص. وابدا اشوحه كويس قوي مع الشعريه بالشكل ده.
لعند ما يسخن. هنزل بالملح. حاول بس ان انا ما ازودش ملح لان الميه بتاعه العدس كان فيها ملح. هنزل هنا بقى بالميه. لو احتاجت ميه عادي ممكن ازود لها ميه، مفيش مشكله، ميه عاديه. هو على العموم كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه من الميه، وممكن على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه ممكن يحتاج ميه تاني وممكن ما يحتاجش. انا هنا بالنسبه لي عشان عارفه الرز اللي انا بستخدمه، فانا بالنسبه لي انا مش هحط له ميه. هسيبه بقى يغلي واغطي عليه بقى لحد ما يتشرب كل الميه دي. تمام. هنا خلاص اتشرب الميه بتاعته. هقلبه بقى. وتعالوا بقى اقول لكم بقى على سر خطير بيخلي الكشري رهيب، والله بينقله في دنيا تانية. معايا هنا معلقه كبيره من التوم مفروم، عليها نص معلقه صغيره من الكمون، مقلباهم مع بعض كويس. وبعد ما الرز بقى اتشرب نزلت عليها بالتومه دي. رهيب يا جماعه، بيخلي الكشري خطير وريحته رهيبه. والله العظيم لو جربتيه هتتجنني عليه. هوطي عليه بقى واسيبه يستوي. في الوقت دوت تعالوا بقى نسلق المكرونه. معايا ربع كيلو من المكرونه الصغيره بتاعه الكشري، ومعايا ربع كيلو من المكرونه السباكيتي مقطعاها، ما بسيبهاش كامله، بقطعها نصين. وحاطه طبعا ملح للميه. هنا كده خلاص اتسلقت معايا وبقت بالشكل ده. هاخدها بقى اصفيها. هنا بقى شويه الزيت اللي متبقيين من اخر حاجه بقى، خلاص عملنا بيه كل حاجه. هاخد بقى المكرونه واشوحها مع الزيت، واحط عليه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنا كده خلاص بقى الرز استوى معايا وبقى بالشكل ده. بصوا عامل ازاي مفلفل بقى ورهيب. هنا كده العدس جاهز معانا، ومعانا الدقه والشطه، ومعانا البصل المحمر. تعالوا بقى نجهز الطبق. هبدأ في الاول كده احط الرز، بعد كده انزل بالعدس، هنزل هنا بقى بالمكرونه، هنزل طبعا بالصلصه، وهبدأ انزل بقى بالحمص. الحمص ده بقى انا عاملاه بس هنزل لكم طريقته في فيديو منفصل لوحده. وهنزل بقى كده بالبصل، ونحط بقى دقة ونحط شطة على حسب بقى ما انت عايزة، بس زودوا الشطة، انا بحبها انا كمان برضو بتخلي الكشري خطير، والدقة كمان. هنا كده خلاص الطبق جاهز معانا. مش قادرة اقول لكم بقى يا جماعة، طبق الكشري ده طعمه فظيع، فظيع بجد. صدقوني لو جربتوه بالطريقة دي يعني هيعجبكم جدا. مستنية بقى تعليقاتكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ومستنية تجربوه وتيجوا تقولوا لي في الكومنتات عجبكم ولا لأ. واستنوني فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنسوش تشتركوا في قناتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. باي.